اهلا بيك في حلقة جديدة، والنهاردة هنتعرف مع بعض عن كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، البطولة اللي بتقام في تشيلي 2025. هنتعرف خلال الفيديو ده عن جدول مباريات منتخب مصر في كأس العالم للشباب، وعن القائمة اللي واخدها معاه أسامة نبيه في كأس العالم أو في تشيلي 2025. وهنعرف جدول المباريات وموعد المباريات والمجموعة اللي بتضم المنتخب المصري. بس طبعا قبل ما ندخل في التفاصيل ونعرف كل التفاصيل دي، عايزك تنزل تحت في التعليقات دلوقتي تشجعنا بلايك، اشتراك، فعل زر الجرس عشان تكون موجود معانا دايما. ويلا بينا ندخل على تفاصيل الفيديو. الكابتن أسامة نبيه واخد معاه كتيبة أو واخد معاه تشكيلة قوية جدا أو مجموعة من لاعبين قويين جدا بإذن الله التوفيق ليهم. هنشوف القايمة اللي واخدها الكابتن أسامة نبيه معاه. واخد طبعا 3 حراس مرمى، أولهم عبد المنعم تامر وأحمد وهب واحمد منشاوي. دول الثلاث حراس اللي هيكونوا موجودين في كاس العالم للشباب مع الكابتن اسامه نبيه. خط دفاع المنتخب المصري مكون من 6 مدافعين، اولهم احمد نبيل واحمد عبدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي. دول ال6 مدافعين اللي موجودين هيكونوا موجودين مع الكابتن اسامه نبيه في طبعا كاس العالم للشباب. وموجود الست طبعا خط منتصف مع الكابتن اسامه نبيه. خط وسط في الملعب هيكون موجود معانا 6 لاعبين، اولهم احمد خالد كباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسليم طلب وسيف سفاجة وتيبو جابرييل. دول اللي موجودين مع الكابتن اسامه نبيه في كاس العالم للشباب في خط الوسط. خط الهجوم هيكون موجود في اولهم كده محمد عبد الله ومعاه عمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمر بيبو وياسين عاطف وعمر خضر واحمد شريف ومحمد هيثم. دول اللي هيكونوا موجودين. دول التشكيله او ده خط الهجوم للمنتخب المصري، ودي التشكيله كلها للمنتخب المصري باذن الله التوفيق لهم في كاس العالم في تشيلي 2025. باذن الله نشوف التوفيق ونشوف لهم اداء افضل، وباذن الله نشوف الجميع. عندنا طبعا 3 منتخبات عربيه في البطوله دي، المنتخب المصري ومنتخب المغرب ومنتخب السعوديه. نشوف لهم التوفيق وباذن الله يوصلوا، ونشوف منهم حد او نفرح بحد فيهم يكون وصل للنهائي باذن الله. المجموعه اللي بيقع فيها المنتخب المصري، طبعا المنتخب المصري بيقع في المجموعه الاولى بجانب 3 منتخبات قويين جدا. باذن الله نشوف له التوفيق، وباذن الله نشوف المنتخب المصري يقدر يقف على رجله ونقدر يطلع من المجموعه دي متصدرها باذن الله. عندك المنتخب المصري مع 3 منتخبين جامدين جدا. عندك تشيلي طبعا مستضيف البطوله، وعندك نيوزيلندا واليابان، والمنتخب المصري باذن الله تشوف المنتخب المصري في يعمل اداء كويس، يقدر يطلع من المجموعه دي بترتيب كويس بنقط. يعني نشوف له مباريات كويسه، نشوف الكابتن اسامه نبيه يدينا طبعا يعني اداء كويس في ارضيه الملعب، نشوف اللاعبين بشكل كويس. بس باذن الله المجموعه مش اصعب حاجه، نشوف المنتخب المصري يقدر يتصدر منها. عندك تشيلي ونيوزيلندا واليابان. طبعا البطوله دي هتنطلق من يوم السبت 27 سبتمبر. ده هتكون اول مباراه، هتكون يوم 27 سبتمبر. هتكون اول مباراه اليابان والمنتخب المصري، هتكون افتتاحيه البطوله. فعايزين نشوف اداء كويس يا رجاله، عايزين نشوف الرجاله بتاعتنا واقفه على رجلها صح. اول مباراه هتكون يوم السبت 27 سبتمبر، المنتخب المصري امام اليابان، هتكون الساعه 11 مساء. دي اول بطوله، اول مباريات المنتخب المصري. تاني مباراة للمنتخب المصري هتكون يوم 30/9/2025، هتكون امام نيوزيلندا، هتكون الساعة 11 مساء برضو. باذن الله نشوف التوفيق للمنتخب المصري. دي تاني مباراة ليه، عايزين اول مباراة الافتتاحية تعدي كده على خير، المنتخب المصري يفوز. المباراة التانية باذن الله برضو نشوف له اداء كويس ويقدر حتى يفوز. ونشوف طبعا لسه قدامه مباراة ثالثة، ان المنتخب المصري يقدر يفوز في المباراتين الاولانيين، يقدر يرتاح شوية او يكون عنده ثقة في ارضية الملعب في المباراة الاخيرة. المباراة الثالثة للمنتخب المصري هتكون يوم 4/10، المباراة اللي هتكون أمام المستضيف تشيلي، هتكون الساعة 2 صباحا بإذن الله. لو المنتخب المصري قدر يفوز في المباراتين الأولانيين مش هنتعب في المباراة الأخيرة، هنشوف أداء مرتاح، هنقدر حتى لو طلع التعادل هيبقى المنتخب المصري مرتاح. بس باذن الله التوفيق للمنتخب المصري وجميع المنتخبات العربيه المشاركه في البطوله، عندنا السعوديه والمغرب. وبكده يبقى تابعنا مع بعض جدول المباريات ومجموعه المنتخب المصري والقائمه اللي مشاركه في البطوله. فلو انت تابعت الفيديو للاخر ما تنساش طبعا تدعمنا بكلمتين كويسين في التعليقات، وتقول لنا هل تتوقع اداء المنتخب المصري هيكون كويس؟ هل هيشرفونا؟ هل هنشوف منهم اداء كويس في ارضيه الملعب؟ وباذن الله الكابتن اسامه نبيه يدينا
اول مباراة نشوف له بداية كويسة باذن الله مع المنتخب. وما تنساش طبعا زي ما اتعودنا تدعمنا بلايك، اشتراك، تفعل زر الجرس عشان تكون موجود معنا دايما. وسلام.